السيد رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، السيد الكاتب العام للفيفا، السيد الكاتب العام للكاف، زملائي السادة الوزراء، حضرات المسؤولين في مختلف المسؤوليات، أصدقائي رؤساء الاتحادات الوطنية لكرة القدم، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، حضرات السيدات والسادة، أود بداية أن أرحب بكم على أرض المغرب، وإن كنتم في غير حاجة للترحيب فقد حللتم بين أهلكم وإخوتكم، كما كان الشأن دائما في الماضي وكما سيبقى على الدوام. كما أود أن أعبر لكم جميعا عن شكري وامتناني لتمكين بلدي من تنظيم دورة 2025 لكأس أفريقيا للأمم، والذي نعتبره تشريفا نعتز به وتكليفا نقبله بكل جدية ومسؤولية والتزام. فلن أذيع سرا إذا أخبرتكم أن تنظيم هذا الملتقى القار الهام يحظى بتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إن هذا الاهتمام لا يعكس فقط الرعاية التي يخص بها جلالته الأنشطة الرياضية بشكل عام، بل فوق وقبل ذلك يعكس المكانة الخاصة التي يحتلها البعد الأفريقي لدى جلالته. ويكفي دليلا على ذلك عشرات الزيارات الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة نصره الله لمختلف البلدان الشقيقة والصديقة في أفريقيا. ومن المؤكد أن هذه الأمور ليست نتيجة إرادة طارئة، بل هي استمرار طبيعي لتاريخ طويل من الانتماء المشترك لأمنا أفريقيا، انتماء مشترك صنعنا من خلاله تراثا مشتركا وهويات متداخلة، وكتبنا معا صفحات من التعاون والتآزر في أيام الشدة، خاصة أثناء الكفاح المشترك من أجل الاستقلال والحرية. هكذا